الإعلان عن مسلسل سراب المنتظر عرضه في يناير المقبل 2025. يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم العمل، أبرزهم خالد النبوي، يسرى اللوزي، نجلاء بدر، جيهان شماشرجي، هاني عادل، ديامون بو عبود، إنشي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي. يقدم الفنان خالد النبوي والفنانة يسرى اللوزي شخصيات كل من طارق وملك يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى، ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه. مسلسل سراب مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال. الفنانة يسرى اللوزي تجسد دور طبيبة تدعى ملك ولديها طفل يدعى زين، متزوجة من طارق ويلعب دوره الفنان خالد النبوي، مشيرة إلى أن الحلقة الأولى تشهد وقوع حدث يقلب كل الموازين ويتسبب في إحداث توتر كبير، وتحاول شخصيات سراب طوال الحلقات البحث عن حل اللغز. الفنانة ديامون بو عبود طبيعة دورها في العمل مصورة لبنانية تدعى ريم، متزوجة وتعيش في مصر. ويقدم الفنان أحمد مجدي دور نوري الذي يعمل في البورصة، ووصفه باء الشاطر، مؤكدا أنه على المستوى الاجتماعي والعاطفي لا يتمتع بالذكاء الكافي. الفنانة نجلاء بدر عن الشخصية التي تلعبها في المسلسل، إذ تقدم دور محامية جنايات تدعى علا.